بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات مادة الفيزياء. معاكم مستر وليد، وإن شاء الله أعمل لكم اختبار استرشادي من بعض الأسئلة اللي نزلت وجاتني يعني، فاخترت لكم بعض الأسئلة عن كمية التحرك. فأنا هنسمي المحاضرة بتاعت النهاردة اختبار استرشادي لكمية التحرك، خاص بكمية التحرك يا جماعة. بعض الأسئلة هنبدأ على بركة الله. نحل أول سؤال، بيقول إذا زادت كتلة جسم للضعف وزادت سرعته للضعف فإن كمية تحركه يا ترى تزداد للضعف ولا تقل للنصف ولا تزداد 4 أمثالها ولا تظل ثابتة. تمام؟ فبالتالي أنت علشان تعرف الإجابة الصحيحة لازم تكون عارف أولا القانون بتاع كمية التحرك، اللي هو بيقول إن البي بتساوي الام في الفي. شايف ايه دلوقتي؟ شايف من العلاقة دي ان البي بتتناسب طردي مع الام، وكذلك بتتناسب طردي مع الفي، بمعنى ان لو زادت الام هتزيد البي، ولو زادت الفي برضه هتزيد البي. هو هنا الاتنين هيزيدوا، وقال لك الكتلة هتزيد للضعف والسرعة هتزيد برضه للضعف. ايه اللي هيحصل لكمية التحرك؟ ركز معايا كده. لو هكتب القانون تاني، بي بتساوي الام في الفي، ركز عشان ده هيبقى اساس بالنسبه لك على مدار اي شغل يجي لك. ده زاد للضعف، الضعف معناها 2 صحيح، والفي معناها ان زاد للضعف يبقى 2 صحيح. خد بالك، الزياده نقول رقم صحيح، طب والنقص نقول كسر. يعني مثلا لو قال لك ايه، الكتله تقل للنصف، تقل للنصف، ما تقولش بقى تقل مرتين، يعني لا، تكتب كده نص تحتها نص. تمام؟ السرعة مثلا تقل 3 أمثالها، تقل معناها تلت، تقل معناها 1/3، ما حدش يقول تقل يعني 3. تزداد هي اللي أرقام صحيحة، تقل يعني كسر. تمام؟ فهنا الاتنين زاد، تعمل انت ايه؟ شفت مقدار الزيادة ده اهو اللي هيقابلك ده اهو، اضربه في بعضه، اضربه في بعضه. عندك زيادة ب2 وزيادة ب2 يديك زيادة ب4 أمثال على طول، 4 أمثال على طول. 2 في 2 ب4. طب ازاي؟ اديني مثال عدد يا مستر. هقول لك على حاجة. تخيل مثلا كتلة الجسم 2 كيلو جرام مضروبة في سرعته 2 متر مثلا لكل ثانية تربيع. مش ده بيديك 4 كيلو جرام متر ثانية، متر كل ثانية السرعة، متر كل ثانية. مش ده بيديك 4 كيلو جرام متر ثانية -1؟ مش كده؟ مش يعني كمية التحرك تطلع ب4؟ هتقول لي اه. هقول لك يا سيدي، هو بيقول لك ايه بقى؟ اذا زادت الكتله للضعف، طب بتزود الكتله كده للضعف يعني خليها 4. طيب والسرعه تزيد الضعف، خليها 4 برضه. 4 في 4 يديك كام؟ يديك 16. بص للرقمين دول كده، كميه التحرك زادت قد ايه؟ هتقول لي زادت 4 أمثال، زادت 4 أمثال. تمام؟ طب اقول لك على كمان حاجه. افرض مثلا البي بتساوي الام في الفي زي ما اتفقنا، وقال لك مثلا زادت السرعه للضعف، يبقى تعمل 2 صحيح، وقال لي قلت السرعة للنص، يعني تكتب هنا نص. اضرب اللي ناتج عندك نص في 2 بكام؟ نص في 2 ب1، يعني كمية التحرك مش هيجرى لها حاجة، مش هيجرى لها حاجة. طب تعالى على نفس المثال العدد اللي احنا عملناه فوق ده كده، 2 مكان الام و2 مكان الفي مش بتساوي 4. طيب اعمل بقى اللي هو قال لك عليه. قال لك ايه؟ ده زاد للضعف يعني عوض عنها ب4. طب وده قلل للنص، طب هي كانت اصلا ب2، ايه اللي النص كده تبقى ب1. 1 في 4 ب4، ما جراش اي حاجه. ليه؟ لانه اصلا نص في 2 ب1. طب هقول لك على حاجه كمان. تخيل البي بتساوي الام في الفي زي ما احنا اتفقنا، وقال لك السرعه الكتله زادت الضعف والسرعه زادت 3 أمثال. تقول بقى كميه التحرك تساوي ايه؟ قلت لك اضرب في بعض، 2 في 3 ب6، يعني ده هتزيد 6 أمثال. طب ما تديني مثال عددي كده. هقول لك نفس المثال. تخيل الكتلة ب2 والسرعة ب2، كمية التحرك تطلع ب4. طب اعمل اللي هو قال لك عليه. قال لك دي زادت للضعف، خلاها 4. طب وزادت 3 أمثال تبقى 6. 4 في 6 بكام؟ هتقول لي يبقى ب24. بص للرقمين دول كده. أنا قلت هتزيد 6 مرات. طيب 24 أكبر من ال4 بكام مرة؟ ب6 مرات، لأن ال24 على 4 فيها 6. تمام؟ أظن بقى واضح. أظن بقى واضح. طيب هقول لك كمان واحدة أخيرة بقى. البي بتساوي الام في الفي.
قال لك دي قل للنص، الكتله قلت للنص والسرعه قلت للنص، تقول لي يبقى نص في نص بربع، يبقى ده هتبقى هتقل معاهم للربع لانها علاقه طرديه دايما. طب تديني مثال عددي، هقول لك خليها 2 في 2 برضه اللي هي الكتله في السرعه، مش المفروض بتساوي 4 كميه تحرك؟ تمام، اللي هي البي. تمام، طب اعمل اللي قال لك عليه، نقص دي للنص يعني هتبقى بواحد، ونقص دي بالنص يعني برضه هتبقى بواحد، واحد في واحد بواحد. طب الواحد قد ايه من الاربعه؟ هتقول لي ربعه، يبقى فعلا هي كانت قلت للربع زي ما احنا اتفقنا. يا ريت يكون واضح، يا ريت يكون واضح الكلام ده. الكلام ده اساسك بقى مشيه في اي علاقه هتقابلك بالشكل ده، حاجه مضروبه او بتساوي حاصل ضرب حاجتين تانيين في متغير، حاصل ضرب متغيرين تانيين يبقى بتناسب معاهم تناسب طردي، يعني يبقى تعمل اللي قلت لك عليه ده. طيب دي واحده. تانية بقى بتقول ايه؟ بيقول لي كرة بندول كتلتها ام تتحرك كما بالشكل، فإن يا ترى بي 2 أكبر من بي 1 أكبر من بي 3، يعني كمية تحرك عند 2 أكبر من 1 أكبر من 3. طب تعال نستغل الوقت يلا عشان نشوف الخيارات قدامك اهي. تعال بس نشوف الفكرة ايه الأول. بص، هو البندول لما بيحب يتحرك هو مش بيتحرك حول موضع السكون، تمام، رايح جاي كده، يعني حركة اهتزازية حول موضع السكون. موضع السكون ده اللي هو 3. طيب اعلى نقطه يوصل لها البندول هي اقل سرعه، ولو دي كانت اقصى ارتفاع وصل اليه البندول يبقى السرعه صفر، الفي هنا بتساوي صفر. هنعتبر ان دي اقصى ارتفاع وصل اليه البندول، فالسرعه هنا بصفر. طيب وهنا لما يكون بقى نازل من عند 1 ورايح في الاتجاه ده، مش هيفوت على 3؟ هيفوت على 3. طب هو عند 3 سرعته ايه؟ ده سرعته انت واخدها في الاعدادي أكبر ما يمكن عند مروره على موضع السكون، سرعته أكبر ما يمكن. تمام، طب وأنت بتدور على السرعة ليه رغم إن الخيارات جاية في كمية التحرك؟ أقول لك ما كمية التحرك أصلا بتعتمد على السرعة وعلى الكتلة، بس هي كتلة جسم الواحد اللي هي كرة البندول مش هتتغير، يبقى إذا كمية التحرك هتعتمد على السرعة فقط، يبقى تدور على السرعة، إيه اللي بيجرى للسرعة؟ هنا بصفر. طب هو نازل هتزيد، طب هو كمان هتزيد لحد ما يوصل لموضع السكون أقصى سرعة، ثم تقل وتقل وتقل لحد ما توصل للصفر تاني، ويفضل رايح جاي بنفس الطريقة. يبقى إذن كمية التحرك اللي هي أصلا بتساوي البي بتساوي الام في الفي، الام ثابتة، يبقى مين بيتغير؟ الفي، يبقى هيتغير معاها البي. يبقى إذن سرعته عند النقطة 3 اللي هي موضع السكون أكبر ما يمكن، يبقى إذن كمية التحرك أكبر ما يمكن. يبقى كده احنا عرفنا إن بي 3 أكبر واحدة فيهم. طيب ما سرعته برضو عند 2 أكبر من 1، لأن عند 1 بصفر وكانت هتزداد بقى طول ما هو نازل، يبقى كده كأن بي 3 أكبر من بي 2 أكبر من بي 1، يبقى الخيار رقم ج ده هو صح. بي 3 كمية التحرك عند 3 أكبر من 2 أكبر من 1. دي برضو مسألة جميلة وسهلة، وبرضو شكل الاختبارات الاسترشادية ومسائل الاسترشاد. تعالى في مسألة برضو بيقول لي سقط جسم كتلته 5 كيلو جرام من ارتفاع 5 متر. تعال ناخد البيانات على طول عشان الوقت. سقط يعني الفي اي بتساوي صفر، كتلته 5 كيلو جرام، ادي ال 5 كيلو جرام من الارتفاع يعني دي او اتش، الدي بكام؟ ب5 متر، حتى اصطدم بالماء في الحته دي كده، تمام، ثم غاص في الماء ويغوص في الماء حتى يصل للنقطه اكس. زي ما انت شايف احسب سرعه الجسم عند اكس اذا كانت كميه تحركه، عاوز السرعه عند اكس يعني عاوز الفي اكس مجهوله، اذا كان مجهوله اهي علامه استفهام دي يا جماعه، اذا كانت كميه تحركه عند سطح الماء هنسميها مثلا بي 1 ضعف كميه تحركه عند اكس، يعني البي 1 هنسمي اللي عند اكس كميه تحرك عند اكس بي اكس. طيب بس بي 1 اكبر من بي اكس الضعف، يعني 2 بي اكس، يعني البي 1 بتساوي 2 بي اكس. هقول لك على حاجه، هو طالب ايه بقى؟ طالب السرعه عند اكس، سرعه الجسم عند اكس. علشان تجيب سرعه الجسم عند اكس يبقى اتبع الخطوات دي. بص احنا هنقول ايه بقى؟ احنا نقول بما ان البي 1 يعني البي عند سطح الماء دي البي 1، وهنا كده البي اكس، بما ان البي 1 بيساوي 2 بي اكس، تيجي نعوض عن البي 1 كمية التحرك عند سطح الماء مش بتساوي الكتلة في السرعة
عند سطح الماء. طب تعالى نسمي السرعه عند سطح الماء كده، مش دي الفي اي كانت بتساوي صفر؟ طب والسرعه عند سطح الماء نسميها الفي اف. الفي اف يعني هنقول الكتله في السرعه اللي هي عند سطح الماء، لانه عاوز كميه تحرك عند سطح الماء او بنعوض عنها يعني دلوقتي، بتساوي 2 مضروبه في كميه التحرك عند النقطه اكس. يعني ايه؟ يعني الكتله في السرعه عند اكس، صح كده؟ كتله في السرعه. طب شيل الام من الطرفين لان الام مش هتتغير وهي موجوده في الطرفين، هنشيلهم مع بعض. اصبح الفي اف اللي هي عند سطح الماء ده بتساوي 2 في اكس. طب انا عاوز اصلا الفي اكس، عاوز الفي اكس، هو طالب مني الفي اكس. الفي اكس، الفي عند اكس، سرعه عند اكس بتساوي نص في اف، صح كده؟ اهي لما يكون الفي اف بتساوي 2 في اكس يبقى الفي اكس بتساوي نص في اف. ليه؟ لانك انت هتقول ايه؟ اللي بعيد عنها على اللي جنبها، او تقسم الطرفين على 2، تقسم الطرفين على 2 هيبقى في اف على 2 كانها نص في اف يعني. طب انا ما عنديش في اف، ما عنديش في اف. لو مش مديك ارقام في المساله وطالب الناتج يبقى تقول له نص في اف. طيب لو مديك ارقام يبقى هتضطر تجيب له الفي اف عشان تشوف نصها كام اللي هو الفي اكس. طب ما تيجي نجيب الفي اف كده. انا عندي بيانات يخليني اقدر اجيب الفي اف من المعادله الثالثه. الفي اف تربيع بتساوي الفي اي تربيع زائد 2 جي دي. طبعا هو مش مديك الجي بس هتعوض عنها ب 10 متر لكل ثانيه تربيع. اذا ما ادكش الجي يا جماعه في مساله وانت محتاجها عوض انت عنها منك لنفسك. تمام؟ بتعوض عنها ب 10 متر لكل ثانيه تربيع. يبقى الفي اف تربيع بتساوي ايه؟ بتساوي في اي تربيع، الفي اي بصفر اصلا يبقى نعوض على طول 2 في الجي ب 10 في الدي ب 5، 2 في 10 ب 20 في 5 ب 100. يبقى الفي اف تربيع بتساوي 100. يبقى الفي اف بس بتساوي ايه؟ جذر 100. يبقى بتساوي ايه؟ 10 متر لكل ثانيه. بس دي الفي اف. بص الفي اكس بقى نصها. يبقى اذا بما ان هقول له بما ان الفي اكس بتساوي نص في اف يبقى الفي اكس بتساوي نص مضروب في 10 اللي هي قيمتها هيت، يبقى بتساوي 5 متر لكل ثانيه. يبقى السرعه عند اكس 5 متر لكل ثانيه. بص هقول لك على حاجه كمان. مش قال لك ان كميه التحرك عند سطح الماء ضعف كميه التحرك عند اكس؟ كميه التحرك هتعتمد عليها يا جماعه على الكتله والسرعه. طب الكتله ثابته يبقى هتعتمد على السرعه بس. طالما كميه التحرك عند سطح الماء ضعف كميه التحرك عند اكس يبقى اذا السرعه عند سطح الماء ضعف السرعه عند اكس. برضه حطها في دماغك لان الكتله ثابته، هي كميه التحرك بتعتمد على الحاجتين دول. طب والكتله ثابته بره الموضوع يعني، يبقى كميه التحرك هتعتمد على السرعه بس. طب هنا كميه التحرك ضعف هنا يبقى اذا السرعه هنا ضعف هنا. اظن واضح الاشارات اللي انا بشاورها بايديا كده. طيب دي كمان حاجه، تعالى ناخد اللي بعدها. بيقول لي مديني 3 اشكال الف وب وج علاقات بيانيه ما بين كميه التحرك بالنيوتن في ثانيه. هشرح لك كميه التحرك دي نيوتن في ثانيه ليه، او يعني وحده القياس الاخرى لكميه التحرك نيوتن في ثانيه. المهم ما بين كميه التحرك وما بين السرعه، ال3 علاقات بالشكل ده. بس في العلاقه الاولى كميه التحرك ساكنه ثابته يعني. في العلاقه الثانيه كميه التحرك بتزداد مع الزياده، يعني في علاقه طرديه بينها وبين السرعه، والثالثه في علاقه عكسيه بينها وبين السرعه. فبقول اذا سقط جسم من على سطح مبنى، سقط يعني الفي اي بايه؟ بصفر. اذا سقط، طب وهو طول ما هو بيسقط السرعه بتزيد ولا بتقل؟ تقول لي بتزيد لانه ماشي في اتجاه عجله الجاذبيه. وخد بالك هقول برضه عشان الناس اللي بتسال، عجله الجاذبيه لما يكون ساقط العجله موجبه، طب لما يكون طالع العجله سالب نيجاتيف يعني. ماشي يا جماعه؟ ما حدش يعني، في ناس بتسال في الموضوع ده. ساقط خلاص يبقى العجله موجبه لانه في اتجاه عجله الجاذبيه. المهم السرعه هتبدا تزيد من صفر لقيمه معينه. طب ما هو بالتالي كميه التحرك هتزيد مع زياده السرعه، صح ولا لا؟ مش بينهم علاقه طرديه؟ مش كميه التحرك بينها وبين السرعه علاقه طرديه؟ تمام. طب السرعه بتزيد ولا بتقل؟ هتقول لي بتزيد. طب خلاص ما هي العلاقه دي بتزيد علاقه طرديه اهي. تمام؟ ماشي يا جماعه؟ يبقى الخيار رقم ب هو اللي صحيح، لان البي بتساوي الام في الفي. الام ثابته ما بتتغيرش للجسم الواحد. طب الفي لما بتزيد وهو نازل لتحت يعني
يبقى البي هتزيد معاها بينهم علاقه طرديه، واحنا عارفين ان بينهم علاقه طرديه اصلا، يبقى هنختار ب. طيب بس هو جايبها بشكل كده عاوز يضحك عليك يعني. طيب تعالى نشوف واحده كمان بسرعه. اذا كانت طاقه الحركه يتعين من العلاقه، طاقه الحركه بتعين من العلاقه، طاقه الحركه دي اسمها كي، هتدرسها في الباب الاخير بالتفصيل، بتساوي نص ام في تربيع. بس احنا عشان هنا عندنا كميه التحرك بتساوي الام في الفي، فلازم تعرف العلاقه ما بين الاثنين من دلوقتي. المهم بيقول لي اذا كانت طاقه الحركه لاي جسم يعني تعين من العلاقه كي بتساوي نص ام في تربيع، فان يا ترى اي علاقه من دول سليمه، اي علاقه من دول سليمه، اختار ايه من دول؟ هقول لك بكل بساطه، هي كي اي بتساوي نص ام في تربيع. طيب يا سيدي الكي اي يعني مش بتساوي، لو انا كتبتها كده ام في تربيع على 2 فيها حاجه؟ هتقولي لا. طيب هقول لك الكي اي لما تتضرب طرفين في وسطين مقامها واحد طبعا، طرفين في وسطين اضرب كده يبقى 2 كي اي بتساوي ام في تربيع. ام في تربيع ماشي كده؟ ماشي. طيب انا الفي تربيع دي 2 كي اي مش بتساوي الام، فك الفي تربيع كده الفي في تمام مش كده صح؟ الفي تربيع فكيتها في. طيب انا عندي البي بتساوي ام في في، طب ما تشيل ام في من دول وحط مكانها بي، يبقى كأن 2 كي اي بتساوي البي في الفي، كميه التحرك في السرعه. تمام كده؟ طيب تعال نجيب بقى من الموضوع ده 3 علاقات. تعال نجيب الكي اي الاول، وتعال نجيب البي، وتعال نجيب الفي عشان الخيارات اللي عندنا. الكي اي بتساوي ايه؟ هتقول لي اللي بعيد عنها كله على اللي جنبها اللي هي الاثنين، يعني بتساوي البي في على 2. طيب البي بتساوي ايه؟ هتقول لي البي اهي، هتقول لي اللي بعيد عنها كله على اللي جنبها، هتقول لي يبقى 2 كي اي على في. طب والفي بتساوي 2 كي اي على البي. اظن الكلام ده بقى واضح يعني من زمان واحنا بنكرر في الكلام ده. على بي. تمام؟ تعال ادي 3 علاقات قدامي. مين فيهم العلاقه الصحيحه؟ تعال نشوف الخيارات كده. الخيارات بيقول الكي اي بتساوي نص بي؟ لا، ده الكي اي بتساوي بي في على 2. طيب الفي بتساوي 2 كي اي على بي؟ الفي هي بتساوي 2 كي اي على بي فعلا، دي صحيح لحد دلوقتي. طب البي بتساوي 2 في على كي اي؟ لا، ده البي بتساوي 2 كي اي على في. طب الفي ممكن تساوي كي اي على 2 بي؟ لا، ده بتساوي 2 كي اي على بي، يعني العكس، يعني دي. يعني كده الخيار ده هو اللي صحيح. الخيار ده هو اللي صحيح. ماشي يا جماعه؟ تمام كده؟ معايا؟ طيب تعالوا ناخد اخر حاجه معانا، وفكروني اشرح لكم حكايه لو الوقت كفى، حكايه وحده قياس كميه التحرك دي اللي هي بتساوي نيوتن في ثانيه دي. تمام؟ تعالى بيقول لي ايه؟ جسم كتلته 5 كيلو جرام يتحرك وفقا للرسم البياني المقابل. ادي رسم بياني مديني ما بين المسافه بالمتر والزمن بالثواني، وبيقول لي فإن كمية التحرك في الثانية الأولى تساوي كام؟ يا ترى 1 ولا 10 ولا 5 ولا 2.5؟ بص، هي العلاقة واضح قوي من أول الزمن 0 لحد 6 ثواني، العلاقة طردية ما بين المسافة وما بين الزمن. طب هو الميل ما بين المسافة والزمن يديك إيه؟ هيديك سرعة. تمام؟ هو طالب في المطلوب بتاعه السرعة ولا كمية التحرك؟ لا، طالب كمية التحرك. طب بس هو مديك الكتلة، يعني انت محتاج تجيب السرعه عشان تعرف تجيب كميه التحرك. طب ما تيجي نجيب السرعه عند اي نقطه في الميل ده لغايه هنا كده لحد الثانيه السادسه، لكن بعد كده لا، ركز معايا، لحد الثانيه السادسه في ميل وفي علاقه، اما لغايه هنا من بعد كده لا. تعال نشوف كده. هو بيقول لك عند الثانيه الاولى زي الثانيه الثانيه، زي الثانيه الثالثه، زي الثانيه الرابعه، زي الخامسه، زي السادسه، على فكره كلهم تحت ميل واحد، والسرعة فيهم سرعة منتظمة. ما علينا. تعال نشوف بقى المطلوب بتاعه. هو بيقول عاوزين نجيب السرعة اهو عشان نعرف نجيب كمية التحرك. هو الثانية رقم 1 يعني هنا كده ما بين الصفر دي نقطة الأصل، يبقى هنا 1 وهنا 2، يبقى لحد هنا كده أكيد هتبقى برضو ما بين الصفر وما بين الواحد يعني نص، يعني نص متر. يبقى كأن المسافة هنا نص على 1 على الزمن 1 ديك سرعة. طيب ما تجيب الميل من اي مكان زي ما يعجبك، يعني مثلا لو عاوز تجيب الميل اهو،
تجيب الميل بتاع العلاقه دي هنا من الحته دي كده. مش دي كانها 2 ناقص 1 على 4 ناقص 2؟ يعني انت تقدر تجيب عاوز ورقه فاضيه. تعال تقدر تجيب الميل في العلاقه ديت. الميل اللي هو هيبقى الفي بتساوي الدلتا اكس على الدلتا تي، بتساوي، تعال كده نشوف كده قصاد النقطه دي وقصاد النقطه دي، 2 ناقص 1 على قصاد النقطه دي بتاع الزمن 4 ناقص 2، 4 ناقص 2، يعني 2 ناقص 1 ب1 على 4 ناقص 2 ب2، يعني نص. يعني السرعه تطلع بنص في اي منطقه هنا لغايه 6، لان الميل لغايه 6. تمام كده؟ طيب انا عندي السرعه تطلع الفي بتساوي نص متر لكل ثانيه. هات لي بقى كميه التحرك عند الثانيه الاولى، هتقول لي الام في الفي. الام هو مداني في المساله ب5 كيلو جرام، يبقى 5 في نص اللي هي السرعه يعني يديك 2.5. ايه بقى كيلو جرام متر ثانيه سالب 1 اللي هي وحده قياس كميه التحرك. طيب لو قال لك عند الثانيه الثانيه نفس الكلام، لان السرعه ثابته، والكتله ثابته لغايه الثانيه السادسه. لا قال لك عند الثانيه الرابعه، يعني هنا في المطلوب ده هيطلع ب2.5. طيب زي ما احنا حسبناها كده. طب كميه التحرك في الثانيه الرابعه، هي الثانيه الرابعه داخل الميل ولا خارجه؟ داخل الميل، لان الميل لغايه الثانيه السادسه. طب خلاص تبقى اطلع ب2.5 برضه، لان السرعه ثابته. بص السرعه البي بتساوي الام في الفي، كتله الجسم ثابته اللي هي 5، والسرعه ثابته. طب ثابته ليه؟ تعالى عشان الناس اللي بتشكك او يعني اللي هي مش قادره تفهم القصه دي. عند الثانيه الرابعه هو المسافه قد ايه؟ هتقول لي 2 على 4 مسافه على زمن يديك سرعه 2 على 4 فيها النص. طيب يبقى برضو السرعه ما زالت ثابته اللي هي بنص، يبقى برضو 5 في نص ب2.5، يبقى برضو هنختار 2.5. طيب كميه تحرك الجسم بعد الثانيه السادسه بقى تساوي قد ايه؟ بص هو بعد الثانيه السادسه هو له سرعه اصلا؟ هو بيتحرك اصلا؟ هتقول لي مش فاهم. هقول لك بص يا سيدي، هو العلاقه ما بين مين ومين؟ مش ما بين المسافه والزمن. تقول لي هقول لك ده معناه ايه؟ الجسم ساكن. هتقول لي ساكن ليه؟ هقول لك لان الزمن بيزيد من 6 ل 8 ل 10، لكن المسافه ثابته. هقول لك عند الثانيه السادسه كانت المسافه اللي قطعها كام؟ هتقول لي 3 متر. عند الثانيه الثامنه كانت المسافه كام؟ هتقول لي 3 متر، يعني ما اتحركش من مكانه. عند الثانيه ال10 كانت المسافه اللي قطعها كام؟ هتقول لي 3 متر، يعني ما اتحركش من مكانه. يبقى اذا الجسم ده ساكن، يعني سرعته صفر. ولما تكون سرعته صفر الام ب5 في صفر، يبقى البي تطلع بصفر هي كمان. يبقى الخيار رقم ج هو اللي سليم. ماشي يا جماعه؟ تعالى بقى ما اشرح لك حته ايه؟ حته كميه التحرك اللي هي بتاعت، طالما في وقت اهو تستغله بقى بسرعه. البي بتساوي الام في الفي، فاحنا عارفين وحده قياسها اللي هي بالكيلو جرام. الام بالكيلو جرام اللي هي الكتله في السرعه اللي هي متر ثانيه سالب 1، وتقدر تكتبها كده كيلو جرام متر على ثانيه براحتك، دي او دي صح، لانه متر ثانيه سالب 1 كانها متر على ثانيه. طيب البي لها وحده قياس ثانيه، قال لي نيوتن في ثانيه. جايه منين دي بقى؟ بسرعه. هو انا عندي علاقه اللي هي في قانون نيوتن الثاني بيقول ايه؟ الاف بتساوي الدلتا بي على الدلتا تي، مش كده؟ الدلتا بي بقى بتساوي ايه؟ هتقول لي الاف في دلتا تي. هي الاف بتتقاس بايه؟ بالنيوتن. طب والزمن بتتقاس بايه؟ ما هو بالثانيه، نيوتن في ثانيه. كميه التحرك بتتقاس بالنيوتن في ثانيه يا جماعه. وفي طريقه ثانيه تقدر تجيبها يعني من خلالها. اقول لك على حاجه، الاف بتساوي ايه؟ هتقول لي بتساوي الكتله في العجله، صح؟ مش الام في الايه؟ تمام. الكتله بتتقاس بالايه؟ مش بالكيلو جرام، والعجله بتتقاس بالمتر ثانيه سالب 2. حلو. مش ده بيساوي النيوتن اللي هو وحده قياس القوه؟ مش القوه بتتقاس بكده او كده عادي، دي او دي. اضرب ده اهو، اضرب اللي بيساوي النيوتن ده، مش ده بيساوي النيوتن اهو، اضربه كده في ثانيه. الثانيه دي معناها ايه؟ مش موجب 1؟ الاس بتاعها موجب 1. طيب هل الكيلو جرام يتاثر بالموضوع ده؟ لا، لانه مش زيها. كيلو جرام ينزل زي ما هو، والمتر ينزل زي ما هو. طب ثانيه سالب 2 في ثانيه موجب 1، ضرب الاسس جمعها، اجمع كده سالب 2 زائد 1 بقى لك سالب 1. كيلو جرام متر ثانيه سالب 1. مش هي وحده قياس كميه التحرك؟ هي اهي.
يبقى كأنك ضربت النيوتن اللي هو مقداره ده في الثانية، طلع لك برضو نفس القيمة. نفس القيمة. يبقى إذا كمية التحرك لها وحدة قياس تانية اسمها نيوتن في ثانية. نيوتن في ثانية. يا ريت يا جماعة يكون الكلام ده مفهوم. أرجو من الله سبحانه وتعالى ما كنتش قصرت في حقك في حاجة، تكون فهمت ولو أي حاجة. والله لو طلعت من الفيديو ده فاهم 50% حتى أنا مبسوط، أنا مرضي يعني. المهم تكون استفدت حاجة، يكون قعدتك دلوقتي قدامي استفدت منها أي حاجة. أنا بس عاوز أنصحك نصايح، نصيحتين أو 3، اللي هو نظم وقتك كويس، حدد لك هدف في حياتك توصل له. تاني حاجة لما تيجي تذاكر المواد العلمية زي الفيزياء ذاكرها بالقلم والورقة. دول 3 نصايح. حاول تعمل كده، حاول تعمل كده. الحاجة اللي عاوز أوجهها لأولياء الأمور، إنه لو ابنك أو بنتك حاول يقول لك يا بابا أو يا ماما أنا هشرح لك حاجة، اقعد واسمعه، خليه يشرح لك. فضي نفسك شوية عشان يشرح لك، لأنه في طلبة عندهم موهبة الشرح، عايز يشرح، سيبه يشرح واندمج معاه وحاول تفهم منه، لأنه لو قدر يوصل لك المعلومة تأكد إن ابنك فاهم، وأنت غرضك في النهاية إنه يبقى فاهم. تمام؟ فاديله الفرصة إنه يشرح ويتكلم معاك وتفهم منه القصة ويعيش الدور ده، لأنه هو لو عاش الدور ده اللي هو بيشرح فيه لحد ويفهمه، يبقى أنت كده كسبته، إن هو كده فهم، وكده مش هيقدر يوصل المعلومة لأي بني آدم إلا إذا كان هو نفسه فاهم المعلومة دي، وده يبقى جميل جدا، وتبقى أنت وصلت معاه لدرجة كويسة من الفهم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم مستر وليد من قناة فن العلوم. مع السلامة.